بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في قناة كروشيه منون. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المربع الجميل ده مربع الموس ستيتش او الجرانيت ستيتش او اللينن ستيتش. انتوا عارفين ان الغرزة دي هي ليها 3 اسماء: جرانيت ولينن وموس. هو نفس الاسم لنفس الغرزة. بالعربي هيبقى اسمها الجرانيت او غرزة النسيج او غرزة الكتان او غرزة الطحلب. الاربع اسماء ينفعوا. غرزة سهلة وجميلة. والمربع يعني احنا خدنا الغرزة قبل كده، كانت موجودة فيديو على القناة. احنا النهاردة هنعمل المربع بتاع الغرزة دي، وان شاء الله هي ليها اكتر من حاجة. يعني ليها المستطيل ان شاء الله هنعمله برضو فيديو على القناة، وليها الكورنر تو كورنر هنعمله برضو مع بعض، وليها المثلث. هي ليها اشكال كتيرة جدا، هي غرزة غنية وبنعمل منها مشاريع كتيرة جدا. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط. هي فكرته بسيطة، والباترون ان شاء الله نشرحه بكل سهولة. وان شاء الله تنفذوا منه مشاريع كتيرة. هي كانت اخت فاضلة طلبته مني على القناة. ان شاء الله يا رب تستفيد منه وكلكم تستفيدوا ان شاء الله. ولو انتي لسه جديدة في القناة، يا ريت ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة، تنزلي على الزر الاحمر تعملي سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل اشعاراتنا ان شاء الله. واصدقائنا اللي موجودين معانا على القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لكل الناس ويرتفع، والقناة تزيد بيكم ان شاء الله والفايدة تعم. ويلا بينا نشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بإبرة 3 مليمتر، وهشتغل بخيط هيمالايا السمك بتاعه متوسط السمك علشان تبان، لكن هي ينفع نشتغل بأي سمك خيط. يعني الغرزة دي غرزة مرنة، اقدر اشتغلها بأي سمك خيط. بعمل الخيط كده وبعدين ارجع اعمله كروس. بدخل من تحت الخيط الاولاني، طبعا الخيط من الناحية دي عامل كروس ومن الناحية دي متوازي. بدخل من تحت الخيط الاولاني وبسحب الخيط التاني وبلف، وبعدين ابدأ اعمل الشغل بتاعي. اول حاجة باخد سلسلة، الدايرة بتبقى واسعة فهضيقها شوية علشان تبقى مناسبة للشغل بتاعنا، وهي دي الدايرة السحرية. نقدر نعملها بطريقة تانية، نقدر نعملها بطريقة تانية بسيطة جدا. الطريقة اللي احنا بنعمل بيها عقدة البداية، اللي هي دايرة بالشكل ده والخيط من تحت وبسحب الخيط بتاعي كده. عملنا دايرة سحرية، كونا دايرة سحرية. الطريقة اللي تريحك الاتنين صح، الطريقة اللي تريحك الاتنين صح. كونا الدايرة السحرية بتاعتنا وعملنا السلسلة. يعني الغرزة دي انا هعتبرها ارتفاع، وهنبدأ الباترون بتاعنا. الباترون بتاعنا اول غرزة فيه هي غرزة حشو، وبعدين هعمل سلسلتين، وبعدين هرجع تاني اعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلتين. انا المفروض ان انا بعمل مربع، فانا هكون 4 زوايا. دي اول زاوية، سلسلتين دي تاني زاوية، وبعدين هعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلتين، وبعدين غرزة حشو. كده انا عملت 1 2 3 3 زوايا، باقي سلسلتين، وهقفل الدايرة بتاعتي على دي. هقفل بغرزة منزلقة، وهأكد على القفلة بتاعتنا. طيب الزوايا علشان نشوفها انا هحط فيها علامات. فراغ السلسلتين، هنا فراغ السلسلتين، وهنا فراغ السلسلتين،
والفراغ الاخير فراغ السلسلتين. يبقى زي ما احنا شايفين احنا كونا 4 زوايا، احنا كونا 4 زوايا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نكمل السطر التاني. 1 2 سلسلة هعتبرها غرزة حشو. السلسلة التانية دي الضلع بتاعي، وهبدأ اتنقل على الزاوية التانية. هعمل في الزاوية ايه؟ هعمل في الزاوية غرزة حشو، سلسلتين، غرزة حشو. يبقى كل زاوية عندي عبارة عن سلسلتين حشو، سلسلتين حشو. هنقل الماركر بتاعي، هعمل الضلع، جيت للضلع الناحية دي، هعمل الضلع، هاخد سلسلة واتنقل للزاوية التانية. الزاوية التانية هعمل حشو، سلسلتين، في نفس المكان هنزل اعمل حشو. كده انا عملت الضلع ده. هشيل العلامة بتاعتي وهشتغل الضلع التاني اللي هي عبارة عن سلسلة، وهتنقل على الغرزة او الزاوية الاخيرة. الزاوية الاخيرة هعمل فيها غرزة حشو، سلسلتين، غرزة حشو في نفس المكان. يبقى احنا هنتفق على ان الزاوية بتاعتنا كل مرة هي عبارة عن حشو، سلسلتين، حشو. والضلع في السطر التاني هيبقى هو سلسلة بس، واتنقل على الضلع الزاوية الأخيرة. الزاوية الأخيرة لو تفتكروا احنا كنا عملنا ارتفاع سلسلتين، سلسلة هي الضلع وسلسلة هي الحشو. اشوف انا عملت فيها ايه. انا كنت بادئة بغرزة حشو، يبقى انا بقيلي فيها حشو، سلسلتين، هعمل واحدة والتانية هعملها غرزة حشو، وهي دي اللي بتدي الشكل يعني شكل كويس عشان اطلع في نص الزاوية، في نص المكان. هدخل في نفس المكان اعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلة، وهكمل على الضلع هعمل غرزة حشو. هعمل غرزة الحشو فين؟ في فراغ السلسلة اللي انا كنت مؤسساه السطر اللي قبليه. وبعدين سلسلة، وهروح على الزاوية اعمل دي اول زاوية كاملة انا اعملها. هنا كنت عاملة نص الزاوية بس. هعمل سلسلة، سلسلتين، غرزة حشو. يبقى الزاوية بتاعتنا زي ما احنا متعودين هي نفس الكلام، حشو، سلسلتين، حشو. هنكمل. هاجي على فراغ، هعمل سلسلة، هاجي على الفراغ بتاع السلاسل اللي هنا، بتاع السلسلة اللي هنا ده، هعمل فيه غرزة حشو. سلسلة، هيبقى عندي فراغ الزاوية هعمل فيه حشو، سلسلتين، حشو، سلسلة، هروح على فراغ الزاوية اعمل السلسلة، اعمل حشو، سلسلة، اروح على فراغ الزاوية اعمل حشو، سلسلتين، حشو، سلسلة، اروح على فراغ السلسلة اللي كنت بأسس بيه الضلع هعمل غرزة حشو، سلسلة، هروح على الزاوية اللي انا كنت بدأت بيها، انا عملت فيها غرزة حشو بس، هكمل هعمل سلسلة وهعمل غرزة حشو. بقية الزاوية عبارة عن 2 سلسلة، لا انا هعمل سلسلة واحدة وغرزة حشو في غرزة الحشو الاولانية علشان اطلع في نص الدايرة هنا كده. يا رب تكونوا فاهمين دي، يعني لان دي هي اللي هتخلي الشكل كويس. يعني انا جربت اكتر من طريقة للقفلة ما بتظبطش وبتبقى باينة. الطريقة دي هي اللي بتخلي القفلة مش باينة. هنرتفع
هدخل في يعني انا هرتفع بس بالسلسلة، يعني هخليها واسعة شوية، وهدخل جوه الفراغ علشان اعمل غرزة الحشو بتاعتي، ودي بداية السطر الجديد. يبقى انا ما برتفعش بسلسلة، انا بعمل غرزة الحشو على طول، وبنهي بسلسلة وحشو. الحاجات دي هي اللي فيها اختلاف، ودي زي ما قلت لكم انا اللي عاملاها، لان النتيجة بتاعتها شكلها احلى. هعمل غرزة حشو، عملنا سلسلة وغرزة حشو، هرجع تاني سلسلة، وفي الفراغ هنا هعمل غرزة حشو، سلسلة، واروح على الزاوية اعمل غرزة حشو، سلسلتين، غرزة حشو. انا كده بكرر تاني، بكرر ان الزاوية حشو، سلسلتين حشو على الضلع. انا كل حشو بعمل فوقيه سلسلة، وكل فراغ سلسلة بنزل اعمل فيه حشو. هكمل ونرجع نقفل السطر مع بعض. وصلت لاخر زاوية. زي ما احنا متفقين، احنا اخر زاوية كنا عملنا فيها، بدأنا فيها بغرزة حشو. طيب، واخر غرزة قبليها على السطر كانت غرزة حشو. باقي هعمل سلسلة، وهنزل في فراغ الزاوية اعمل غرزة حشو. كده الزاوية عندي فيها غرزتين حشو، باقي لها سلسلتين دول انا هعملهم سلسلة واحدة وغرزة حشو تاني. غرزة الحشو هعملها غرزة حشو بالعرض، علشان مكان السلسلة، علشان اطلع جوه الفراغ، عشان ابقى في الفراغ. هدخل جوه الفراغ واطلع علشان اعمل الغرزة الحشو الجديدة. متخيلين؟ وهنكرر نفس الكلام كل مرة. زي ما انتوا شايفين الغرزة جميلة، الوحدة جميلة. هكمل كام سطر ونشوف تغيير اللون. يعني احنا ممكن نعمل السطر ده ونغير اللون السطر اللي بعديه. وصلنا لنهاية الزاوية، هنشوف هنغير اللون ازاي. انا عملت الحشو والسلسلة، بقيلي الزاوية انا كنت عاملة نصها، هدخل فيها اعمل حشو، وبعد الحشو ده المفروض هعمل 2 سلسلة. انا هعمل سلسلة واحدة، وبعدين هدخل اعمل غرزة حشو. هدخل في غرزة الحشو الاولانية عشان اعمل غرزة حشو. هطلع باللفتين، مش هسحبهم، هجيب الخيط بتاعي التاني واسحب، واشد الخيط بتاعي، اكد عليه بس، وهبدأ اعمل غرزة الحشو الاولانية بتاعتي. احنا غرزة الحشو الاولانية بنعملها جوه الفراغ. يبقى هنزل تاني بالابرة بتاعتي واسحب واطلع كده، معايا لفتين على الابرة، هطلع من اللفتين مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا طالعه من لفتين مع بعض. وبعدين كده انا عملت غرزة الحشو، هعمل سلسلة، وهدخل بقى في كل فراغ سلسلة. هنا هعمل غرزة حشو، فوق الحشو هعمل سلسلة، فراغ السلسلة هعمل حشو، فوق الحشو هعمل سلسلة. يبقى هو تبادل بين السلسلة والحشو، والسطر اللي بعديه بيبقى العكس. الكلام ده على الضلع، لكن في الزاوية انا بعمل في الزاوية حشو، سلسلتين، حشو. هكمل كده لاخر السطر، هكمل لاخر السطر ونرجع نشوف عملنا ايه. انهينا الوحدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. الغرزة جميلة جدا وسهلة
وبسيطة. هو اهم حاجة زي ما قلت لكم احنا في السطرين الاولانيين انا بأسس فيهم. السطر الاولاني بأسس فيه الاربع زوايا، السطر التاني ببدأ أأسس الضلع. التكرار بتاعنا طول الوقت هو عمود سلسلة، حشو سلسلة. طول الوقت هو حشو سلسلة حشو سلسلة. الزاوية بس هي اللي مختلفة، فهي حشو 2 سلسلة حشو. ده ملخص المربع بتاعنا. نقدر طبعا نعمل منه حاجات كتيرة. يعني لو عايزين تعملوا منه بطانية بيبي نقدر نشبك المربعات دي لو احنا حابين نعملها تشبيك، او نفضل نكبر بيها لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه لبطانية البيبي. هي جميلة جدا وسهلة وبسيطة. في منها اوقات يعني اعمل سطر وسطر، يعني ما اعملش سطرين مثلا او تكرار معين. ممكن اشتغلها بجنجو، فهي هتديني التدرجات مرة واحدة. هنا انا مكملتش بس عشان اجيب بقية التدرجات. لكن ممكن اشتغلها جنجو. وممكن اغير كل سطر. لو غيرت كل سطر بتديني شكل موزايك كده يشبه شوية الكروشيه موزايك. هي غرزة جميلة وسهلة، والوحدة سهلة جدا. اتمنى يا رب ان انا اكون افدتكم. ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتكتبي لنا كومنت. بنحب نسمع رأيكم. لو في اي حد له اي طلب او استفسار انا تحت امركم. ومع السلامة في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله.